حملت رسالة هيداكي كوراميتسو سفير الإمبراطورية اليابانية بالرباط الموجهة إلى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش تحولا جذريا من الموقف الياباني من قضية الصحراء المغربية، إذ لأول مرة تعلن طوكيو أن اقتراح الرباط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية واقعي وجدي. الموقف الياباني من قضية الصحراء يلتزم لعقود طويلة مبدأ الحياد الإيجابي، هو الموقف الذي تغير بشكل نسبي في رسالة السفير الياباني التي تعتبر الجهود المغربية لحل النزاع المفتعل جادة وذات مصداقية. رسالة السفير الياباني حملت أيضا إشادة بالجهود التي يقودها العائل المغربي من أجل تنمية البلاد، معتبرة أن هذه القياد جعلت المغرب من البلدان الأكثر استقرارا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ويأتي الموقف الياباني في ظل إجماع دولي عن أهمية المقترح المغربي لحل نزاع الصحراء المغربية التي يأتي مقابل غياب حلول أخرى من قبل الطرفين الجزائري وجبهة البوليزاريو المسلحة. ومع انضمام اليابان إلى المد الدولي الداعم له مخطط الحكم الذاتي، يكون المغرب حصل على تأييد إضافي من قبل الدول العظمى بعد أمريكا وغالبية الدول الأوروبية، الأمر الذي يؤكد العمراني بوخبزة الخبير في العلاقات الدولية إذ قال إن الموقف الياباني التزم منذ بداية نزاع الصحراء المفتعل بالتوازن، لكنه موقف كان يميل بشكل ظاهري للمغرب. وأضاف بوخبزة في تصريح لإسبريس أن القمة اليابانية الإفريقية بتونس كانت فيها طوكيو واضحة في مسألة موقفها في قضية الصحراء المغربية، إذ شددت على رفضها استقبال جبهة البوليساريو